يا مساء الهنا والسعادة عليكم يا أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى جاية لكم بفيديو جامد جدا. عايزين بقى حاجة مسكرة كده، كنت عايزة حاجة مسكرة كده، حاجة كده نحل بيها بقنا. قلت بقى والله اللي أعمل لهم كيكة. جيت أبص ما لقيتش بيض ولا لقيت لبن. قلت بقى مش هنقف على حاجة، لقيت عندي دي، قلت والله اللي أعمل لهم إيه، كيكة تايجر بدون لبن، بدون إيه، بدون بيض كمان، من غير كمان خلاط. هعملها كده على ايدي. نزلت كوبايه ونص من السكر على كوبايه وربع من الميه، تمام. ولو احتجت كمان ميه هزود بعد كده. زي ما انتوا شايفين يا بنات، حطيت كوبايه وربع من الميه، والميه يكون دافيه كده زي دمع العين. هنزل بقى بكوبايه الا ربع من الزيت، وهنزل بواحده من الفانيليا. طبعا كل المواد السايله في ايه، في طبق لوحديها كده. وتشتغلي كده من غير ايه خلاط. عايزه حابه ان انت تشتغلي في خلاط، تمام. حابه ان انت تشتغلي كده في طبق لوحده، برضو تمام. عايزه بنات اللايك والشير والسبسكرايب اللي اول مره اشوف قناتي، تشجيعا ليا عشان استمر معاكم وانزل لكم كل جديد. اكتبوا لي رايكم في الكومنتات. طبعا انتوا عارفين بقى الاسعار غاليه، فايه عايزين ايه يعني، بصوا نعمل اي حاجه كده نفرح ولادنا ونحلي بقى بقينا كده احنا قاعدين. المواد بقى اللي هي الجافه، اللي هي 3 كوبايات من الدقيق وايه ورشه من الملح. طبعا بنزل كده بالمواد السايله، وابتدي طبعا اللي انا ايه امزجهم مع بعض. ابتدي طبعا اللي انا ايه كده نزلت بكل المواد اللي هي السايله، وابتدي بقى طبعا اللي انا اقلبهم كده في الدقيق. امزج كل الخليط مع بعضه كده. وقبل ما ابدا في اي حاجه يا بنات، ولعت طبعا الفرن بتاعتي. وحاولي بقدر الامكان ما تعليش الفرن قوي، وسطانيها كده يعني اكنك بتسوي رز كده. معلقه بقى من عصير الليمون زي ما انتوا شايفين. احتجت بقى ربع كوبايه من الميه. يبقى كده يا بنات، بصي بيبقى على حسب نوع الدقيق اللي انت تستخدميه. في نوع دقيق بياخد كوبايه وربع، وفي نوع دقيق ياخد كوبايه ونص. يبقى كده المقادير بتاعتي اللي هي السايله: كوبايه ونص من السكر، كوبايه ونص من الايه، من الميه، كوبايه الا ربع من الزيت، واحده من الفانيليا. طبعا نزلت بالكيك شيف زي ما انتوا شايفين. المواد الجافه كانت 3 كوبايات من الدقيق على رشه ملح، على الايه، على كيك شيف زي ما انتوا شايفين كده بيكو. كده طبعا انا بحب بقى احط الكيك شيف في اخر الايه، في اخر الخليط يعني. تمام زي ما انتوا شايفين كده. قلبت الكيك شيف مع الخليط كله. زي ما انا قلت لكم، انا مولعه الفرن ايه قبل ما ابدا في اي حاجه. زي ما انتوا شايفين القوام ده كده مناسب جدا. هاجي بقى كده انا هقسم الخليط معاكم. هاخد نصه بالظبط. تحاول بقدر الامكان ان انت تقسمي الخليط بالظبط، لان انا زي ما قلت لكم انا هعملها ايه، نصها تايجر ونصها ايه، آه يعني اعملها تايجر، اعملها يعني اتنين. قسمت الخليط اللي هو الابيض، وهاخد معلقتين من الكاكاو زي ما انتوا شايفين، معلقتين كبار كده من الكاكاو. وهبتدي طبعا اللي انا ايه بحطهم في الخليط اللي انا ايه قدامي دوت. وبتنخلي الكاكاو. ابتدي بقى طبعا اللي انا امزج الكاكاو مع الخليط بتاعي كده زي ما انتوا شايفين يا بنات. تمسكي بقى طبعا كده، طبعا عشان حطيت كوبايتين، حطيت معلقتين من الكاكاو. طبعا لازم تحطي معلقتين من الميه، عشان احنا يعني انت لو بتعمليها باللبن بتحطي معلقتين من اللبن، عشان احنا عاملينها بالميه نحطي معلقتين من الميه. وزي ما انتوا شايفين الخليط اللي هو بالكاكاو، والخليط اللي هو بالايه، بالفانيليا لوحده اللي هو الفاتح، والخليط اللي هو بالكاكاو. تمام زي ما انتوا شايفين كده يا بنات. طبعا انا جيت بقى قلت بقى اعمل ايه، هصب الخليط في كوبايه، والخليط التاني برضه هصبه في كوبايه، على اساس الكوبايه هتسهل معايا. انت عندك مغرفتين تمام، بس انا اخترت الكوبايه احسن يعني. الصينيه بتاعتي بقى ومسحه كده من الزيت زي ما انتوا شايفين كده. ابتدي بقى طبعا اللي انا احط ورق الزبده. حطيت ورقه زبده ورقه من الزبده زي ما انتوا شايفين. مش عندك ورقه من الزبده ماشي، انت ممكن تشيليها عادي وتحطي ايه، وتغلفي الصينيه بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. هبتدي بقى طبعا اللي انا انزل اسمي الله، وانزل بشويه من الخليط اللي هو بالكاكاو.
وشويه من الخليط اللي هو الايه، اللي هو الفانيليا الفاتح. شويه من هنا وشويه من هنا، شويه من هنا وشويه من هنا. انت بقى عايزه تنزلي مثلا يعني حاولي تعملي بمعلقه ماشي، تعملي بمغرفه عادي برضو، مغرفه من هنا ومغرفه من هنا برضو ماشي. عايزه تعملي بالكوبايه زي كده بتبقى جميله جدا على فكره، باي كوبايه كده او اي مج، وشويه وشويه هيظبط معاكي، والكوبايه هتسهل ليكي اكتر. انا ببتدي بقى انزل بالتساوي، شويه من هنا وشويه من الخليط اللي هو الفاتح، وشويه من الخليط اللي هو الايه، اللي هو بالكاكاو، لغايه ما انا كده خلصت يا بنات زي ما انتوا شايفين. قربت اخلص، دول اخر شويه يعني من الخليط بتاع الكيكه. بجد يعني بص مش قادره اقول لكم، هتطلع معانا تحفه. كملوا الفيديو لغايه الاخر وشوفوا انا عملت ايه، عشان تشوفوا بقى اجمل كيكه من غير بيض ولا لبن هتطلع معانا ازاي. عملنا احلى كيكه بكيكه التايجر بدون حليب وبدون بيض، مفيش اروع من كده ولا احلى من كده. طبعا يا بنات انا خلصت بقى الخليط كله، وطبعا الفرن ولع زي ما انا قلت لكم. وزي ما انا قلت لكم يا بنات مولعه الفرن، هجيب بقى خله وابتدي بقى ان انا ايه اعمل شكل كده عشان ايه تطلع القطعه من الكيكه تبقى تطلع ايه، فيها من هنا وفيها من ايه من الفتحه وغامقه. ببتدي بقى ان انا بطلع كده بخطوط من الكيكه زي ما انتوا شايفين كده، بعمل الخطوط زي ما انتوا شايفين، بطلع بيها لبره من جوه لبره من جوه لبره. تحاولي تقسميها كده، تحاولي تقسميها بالظبط كده، واجيب خطوط من بره لجوه ومن جوه لبره كده بنفس الشكل. عايزه بقى تقفي على الشكل ده تمام، بس انا قلت بقى لا برضو هقسم ال الحته اللي انا عملتها، وبعد كده ارجع بقى من ايه من بره كده لجوه. يعني اول خطوط بتعمليها من جوه لبره، وتاني خطوط بتعمليها من بره لجوه، بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين بقى ادتني الشكل اللي عامل ازاي شكلها. بجد شكلها تحفه يا بنات. واستنوا بقى شوفوا شكلها بعد ما تطلع من الفرن هتكون عامله ازاي. خدتش معانا وقت، سهله جدا، مكونات بسيطه، ممكن بشويه دقيق تقومي تعملي احلى صينيه كيكه تايجر، سريعه، موفره اقتصاديه. وزي ما انتوا شايفين يا بنات بعد ما خرجت كده انا بصوا خرجتها من الفرن وما استنيتش، قلت لازم أنا اصورها على طول والله وهي سخنه جدا قلبتها. زي ما انتوا شايفين ده منظر الكيكه بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، منظرها بجد تحفه. استنوا بقى رايحين فين، استنوا بعد ما اعملها قطع كده وشوفوا القطعه عامله ازاي، ولاحظوا اللي دي من غير ولا بيض ولا لبن، اقتصاديه جدا جدا وموفره. منظرها بجد روعه روعه روعه، بجد عجبت اولادي جدا. يلا بقى بينا نقطعها مع بعض كده، نقطع كده مع بعض كده واوريها لكم. شوفوا منظرها عامل ازاي، بجد طرية جدا، هشة جدا، خفيفة جدا، طعمها روعة جدا، كل حاجة جدا. هتعجبكم جدا يعني. بصوا حلو قوي، بص بعد ما انا قطعتها بص القطعة عاملة ازاي، ما شاء الله جميلة القطعة، مرتفعة، هشاشان، طرية، طعمها جامد جدا، شكلها حلو قوي، عجبت ولادي بجد انبهروا بيها يعني. وده كان منظر الكيكه بتاعتنا يا بنات، يا رب تكون عجبتكم. وهناكل بقى القطعه معاكم كده، بصوا زي ما انتم شايفين من جمالها باكل فيها وانا بصور يعني ليكم. بصوا شكلها بجد طعمها جامد يعني، انا باكل فيها وباكل ولادي عمالين يقولوا لي هاتي حته هاتي حته، مش مستنين. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.